السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. الرئيس السياسي يجري مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية. إحياء ذكرى 54 للإبادة الجماعية في عونا وباسكدارا. فرع اتحاد المرأة في الإقليم القاشبركة يؤكد المشاركة الواسعة للمرأة في البرامج التنموية. ألمانيا تستعد لنشر أنظمة الدفاع الجوي باتريوت في بولندا. رئيسة المكسيك تحذر من أن خطة ترامب الجمركية قد تفقد أمريكا 400 ألف وظيفة. العراق وبريطانيا يوقعان اتفاقية لمواجهة تهريب البشر. إلى التفاصيل. أجرى الرئيس إسياس أفورقي مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية يوم أمس في الفترة المسائية تناولت الأوضاع الدولية والإقليمية والقضايا الداخلية. وفي اللقاء الذي تم بثه في الفضائية الإريترية وإذاعة صوت الجماهير الإريترية، تطرق الرئيس إسياس أفورقي إلى التغييرات التي تحدث في أمريكا بعد إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب، تزامنا مع الأوضاع التاريخية والقضايا العالمية الراهنة، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب قد يحاول لإعادة قوة الولايات المتحدة الأمريكية التي تضمحل في السنوات الثلاثين الماضية، وإصلاح الفكر الفاشل للنظام العالمي ذو القطب الواحد. لكن التغيير الذي يحدث لا يمكن الحديث عنه بعجالة. وحول القضايا العالمية ذكر الرئيس إسياس أفورقي بأن نظام القطب الواحد الذي جاء بعد انتهاء الحرب الباردة والخطة الخاطئة لإدارات واشنطن للسيطرة على العالم قد أدخل العالم في أزمات خلال ال30 سنة الماضية، ونتيجة لاعتقادهم بضرورة عدم وجود منافسين لهم، فقد تم العمل على الحد من النفوذ الصيني بالرغم من أن التفوق الصيني على الولايات المتحدة اقتصاديا في هذه الآونة. وحول الأوضاع في السودان، أوضح الرئيس إسياس أفورقي أهمية الرجوع إلى أسباب الأزمة بمراحلها المختلفة، مؤكدا بأن التدخلات والأجندة الخارجية وصلت السودان إلى ما هو عليه الآن، وأن على مجلس السيادة السوداني الحالي أن يتحمل المسؤولية ويكون الجسر الذي يوصل السودانيين إلى بر الأمان، ويجب على الشعب السوداني أن يكون في النهاية صاحب الشأن في قضيته الوطنية. وقال الرئيس إسياس أفورقي أن القمة الثلاثية بين إريتريا والصومال ومصر التي انعقدت في أسمرة لم تهدف إلى العمل ضد إثيوبيا كما يدعي البعض، بل هي لتعزيز التعاون بين الدول القرن الأفريقي والبحر الأحمر وحوض النيل والخليج العربي ونقل المنطقة إلى مرحلة جديدة من التعاون. وحول الأوضاع الإثيوبية، أوضح الرئيس إسياس أفورقي أن الأزمات والنزاعات التي تشهدها مناطق إثيوبيا المختلفة ترجع أسبابها إلى الدستور الإثيوبي الذي صادقت عليه حكومة الويان عام 1995، والمرتكز على تقسيم البلاد استنادا إلى التوزيع الإثني، وأن هذه القنابل الموقوتة هي التي أدخلت البلاد في مستنقع من الاقتتال والتناحر. وعن الأوضاع المحلية، ففصل فخامته برامج التنمية الوطنية في مجالات تنمية المياه والزراعة والبنى التحتية والموانئ والنقل والطاقة والصناعة وتنمية القدرات البشرية، مؤكدا بأنها تسير بالاتجاه الصحيح، ولأن تشجيع الاستثمار الوطني يعتمد على هذه البرامج التنموية، فإن العمل جاري على تهيئة الأرضية المناسبة. وقال أن خدمات النقل ورغم أهميتها في التطور المجتمعي فهي لا تغطي حاليا أكثر من نسبة 30 إلى 40%، ويجري العمل لإدخال وسائل لنشر المواصلات لتصل إلى الجميع عبر الدعم الحكومي وتضييق الهوة. وذكر بأن الموارد البشرية هي الثروة الأكبر، ويجري العمل على إعادة التنظيم ورفع القدرات البشرية ضمن الخطة الموضوعة في العام 2025. وأوضح بأن القدرات التي اكتسبها المواطنون في المهجر هي جزء من تقوية الاقتصاد الوطني، وأن هنالك برامج لتمهيد الأرضية لهم للمساهمة في كافة المجالات. وفي مجال العقارات، أكد الرئيس إسياس أفورقي العمل بإعادة التنظيم والمشاركة الكاملة لأعضاء قوات الدفاع في تنفيذ البرنامج. تم إحياء الذكرى 54 لمذبحة في عام 1970 التي راح ضحيتها أكثر من 1000 إريتري بريء في عونا
وباسكاديرا بيد الاستعمار الإثيوبي. وشهر مسؤول الأبحاث والتوثيق في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة سيد زمهرة يوهانس الذي وضع أكاليل الزهور في حفل الذكرى الذي يقيم في 30 من نوفمبر والأول من ديسمبر، إلا أن أخلاق الشعب وفخره أكثر وضوحا من قسوة العدو ووحشيته. وذكر إنه عندما نتذكر الفظائع الوحشية التي ارتكبت ضد شعبنا لا تحكمنا الكراهية والعداوة، بل نتعلم من الماضي لتحقيق مستقبل أفضل. وحث سكرتير الجبهة في إقليم عنسب السيد هيلت والبرهان الجهات المعنية على العمل الجاد لضمان تذكير الفظائع التي ارتكبها القوات الحاكمة ضد الشعب باستمرار ونقل التاريخ إلى الأجيال القادمة. شارك الناجون وسكان القرى في المناسبة وأدلوا بذكرياتهم مع المشاركين. يذكر أنه قد قتل النظام الاستعماري بوحشية أكثر من 280 إريتريا بريئا في باسكاديرا في 30 من نوفمبر عام 1970، وأكثر من 800 إريتري في عونة في اليوم التالي. تقع عونة في مديرية كرن في الضاحية السادسة، كما تقع باسكاديرا على بعد 20 كيلومتر شمال شرق كرن ضاحية فيلادارب التابعة لمديرية حمل مالو. نظمت وزارة الأراضي والمياه والبيئة يومي 28 و 29 من نوفمبر المنصرم دورة حول كيفية مكافحة الغازات الضارة بغلاف الأوزون اعتمادا على الإعلان القانوني رقم 117 للعام 2010. وركزت الدورة التي قدمت لموظفي مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة على أسباب ضعف طبقة الأوزون والإجراءات الوقائية المتخذة دوليا والمهمة الوطنية ضمن الإجراءات الاحترازية، ودور الجمارك في اتفاقية مونتريال البروتوكولية والأضرار الناجمة عن استعمال غازات التبريد المزورة، بالإضافة إلى الخيارات البديلة لمسببات تهالك طبقة الأوزون. وذكر مدير عام قسم الجمارك السيد محرتاف مسفن في كلمته الضرورة البالغة الواقع على عاتق الشعوب في اتخاذ إجراءات جذرية للحد من التلوث البيئي الذي وصل إلى مستويات حرجة عالميا، وأنه ينبغي على المواطنين المشاركة بفعالية وتحمل المسؤولية الوطنية في البرامج الوطنية المرسومة والهادفة للإصحاح البيئي داخليا. وأفاد المسؤول المكلف في قسم البيئة السيد كوبروماس موروم أن الجهات المختصة تعمل بالتنسيق المتبادل بجد لمواجهة التحديات البيئية، موضحا أن ضمان المحافظة على السلامة البيئية لا تكتمل إلا بتضافر جهود جميع فئات المجتمع ومساهمتهم المباشرة في هذا الصدد. وأوصى المشاركون في التدريب لتوسيع واستمرار دورات مماثلة نظرا إلى أهميتها الشاملة. أفاد فرع اتحاد المرأة في إقليم القاشبركة في تقييم سنوي عقد في بارونت بأن الجهود المبذولة لتعزيز تنظيم المرأة وتعزيز مشاركتها في برامج التنمية تسجل أداء إيجابيا. وقد أوضح في التقارير فروع الاتحاد في المديريات تحقيق نتائج مشجعة في ضمان سلامة الأم والطفولة وزيادة استخدام غرف انتظار الحوامل وتعزيز مشاركة المرأة في التعليم وتحسين التمكين الاقتصادي للمرأة. كما ذكر أن تأثير التدريب المهني والمحاضرات المقدمة من وقت لآخر يأخذ على محمل الجد حول العادات الضارة وضمان حقوق الأطفال، بالرغم أن العمل لا يسمح لهم بالتساهل فيه. وفادت مسؤولة الفرع السيدة يحدى يوهانس أنه من خلال التعاون مع الشركاء زادت إمكانية حصول المرأة على الخدمات الصحية والتعليمية، كما ساهمت الدورات التدريبية والحملات المنظمة حتى في المناطق النائية في تنمية العضوية. وذكرت أن تعزيز القدرات الاقتصادية للاتحاد لا تزال مهمة شاقة، وحثت على زيادة دوره ومساهمة الشركاء في المستقبل. نظمت وزارة الصحة دورة تدريبية في القيادة ضمن الجهود التي تبذلها لتقديم خدمات إدارية وتنفيذية لأعضائهم من الذين يعملون في مستويات إدارية بمناصب مسؤولي الفروع والمدراء الطبيون والمدراء الإداريون للمستشفيات في 30 من نوفمبر. وأفاد مدير عام قسم الإدارة والمالية في الوزارة السيد أمانة الله أن التدريب تم في 5 مجموعات بدءا من 20 من أكتوبر في مباتكالا وبارنتو وأسمرا. وتلقى المتدربون تدريبا نظريا 56 منهم في أصول الإدارة و108 منهم في الإدارة والقيادة و47 آخرون في الإدارة المالية. وأوضح الدكتور أبي الهبت مريم أحد المدربين أن التدريب هو مكمل للدورات التدريبية التي يتم تنظيمها من وقت لآخر
لتعزيز الموارد البشرية. أفاد المواطنون في إدارة شلاب ضاحية شلاب في مديرية غردات أن القطاع النباتي في وضع جيد نتيجة أعمال الحراسة الجادة. وأوضح مسؤول مراقبة الغابات والحياة البرية في المديرية السيد محمد سعيد أنه يتم تنفيذ أعمال مراقبة مكثفة للحد من إزالة الغابات في 16 إدارة ضاحية، وأن نتائج العملية برهان على الجهود والاهتمام والوعي المجتمعي. وذكر أن أشجار الدوم على ضفاف نهر بركة معرضة للخطر بسبب تآكل التربة وانتشار أشجار المسكيت، مشيدا إلى متابعة شتول المزروعة حديثا. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. اقترحت الحكومة الألمانية على حلف شمال الأطلسي الناتو نشر وحدات من نظام باتريوت للدفاع الجوي في بولندا للمساعدة في حماية خطوط إمداد الأسلحة إلى أوكرانيا في الحرب ضد روسيا. وتشمل الخطة بحسب بيان وزارة الدفاع الألمانية نشر جنود وأنظمة أسلحة بصفة مؤقتة في منطقة روزنوس في جنوب شرق بولندا، حيث تبدأ التحضيرات والاستطلاعات خلال الأيام المقبلة. وكانت ألمانيا قد نشرت بالفعل 320 جنديا إلى جانب 3 وحدات من منظومة باتريوت في بولندا ما بين يناير ونوفمبر 2023. حذرت الرئيس المكسيكي من أن خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات المكسيكية قد تؤدي إلى فقدان 400 ألف وظيفة في الولايات المتحدة وزيادة كبيرة في الأسعار. وأكدت خلال مؤتمر صحفي أن المكسيك ستتخذ إجراءات الرد المماثلة إذا تم تنفيذ هذا المرسوم، مشيرة إلى أن الحكومة المكسيكية تعد تدابير تجارية لمواجهة أي تصعيد من جانب الولايات المتحدة. من جانبها أكدت الجمعية المكسيكية لصناعة السيارات أنها ستستعد لأي تدابير قد يتم اتخاذها، في حين حذر معهد التمويل الدولي من أن تصاعد الحواجز التجارية قد يضر بالعلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة ويؤثر على أسعار الصرف وأسعار السلع في المنطقة. من الجدير بالذكر بأن ترامب كان قد وعد بفرض رسوم جمركية جديدة شاملة على أكبر 3 جهات موردة للولايات المتحدة، المكسيك وكندا والصين، بمجرد توليه منصبه كجزء من جهوده للقضاء على الهجرة غير الشرعية والمخدرات. أعلنت بريطانيا أنها وقعت اتفاقا أمنيا مع العراق لاستهداف عصابات تهريب البشر ولتعزيز التعاون على الحدود. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية في بيان: هنالك عصابات تهريب تستفيد من عمليات العبور الخطيرة بالقوارب الصغيرة، وتمتد عملياتها عبر شمال فرنسا وألمانيا وأوروبا بأكملها إلى إقليم كردستان العراق وما ورائه. وجاء في البيان أن بريطانيا ستدعم أيضا أجهزة إنفاذ القانون العراقية في التصدي للجرائم المنظمة الخطيرة الأخرى، ومنها مكافحة المخدرات. ويأتي الاتفاق الذي ينص أيضا على تقديم لندن دعما ماليا للسلطات العراقية بعد زيارة كوبر التي استقبلها وزير الداخلية عبد الأمير الشميري في بغداد. أقر البرلمان الأسترالي مشروع قانون جديد يفرض قيودا صارمة على استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، في خطوة تجعل أستراليا من بين الدول الأكثر تشددا في العالم من حيث تنظيم الوصول إلى هذه المنصات. وحاز القرار الذي يهدف إلى حماية الأطفال من التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على دعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 34 صوتا مقابل 19 صوتا. وجاء ذلك عقب تصويت مماثل في مجلس النواب الغرفة الأدنى للبرلمان، وقد أيد الإجراء 102 نائبا مقابل 13 صوتا معارضا. يأتي إقرار المشروع في وقت يشهد العالم نقاشا واسعا حول حماية المراهقين من البيئة الافتراضية، حيث سبق أن قدمت شركة التكنولوجيا العملاقة ماتا مقترحا للمفوضية الأوروبية يهدف إلى تطوير نظام تكنولوجي موحد يسعى لتوفير بيئة رقمية أكثر أمنا للمراهقين في الدول
الأوروبية. تذكير بالعناوين مرة أخرى. الرئيس سياس أفورقي يجري مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية. إحياء الذكرى 54 للإبادة الجماعية في عونة وباسكديرا. فرع اتحاد المرأة في القاشبركة يؤكد المشاركة الواسعة للمرأة في البرامج التنموية. ألمانيا تستعد لنشر أنظمة الدفاع الجوي باتريوت في بولندا. رئيسة المكسيك تحذر من أن خطة ترامب الجمركية قد تفقد أمريكا 400 ألف وظيفة. العراق وبريطانيا يوقعان اتفاقية لمواجهة تهريب البشر. وصلنا إلى ختام النشرة، في أمان الله.